في ملخصنا النهاردة، يا ترى عزيزة هتدمر العيلة كلها وتخلي علاقة الأخين اللي كانوا بيحبوا بعض تتدمر؟ وهل كوزيه هيعرف إن عمته تبقى أمه الحقيقية؟ ويا ترى لما أخو عزيزة يفوق إيه اللي ممكن يحصل؟ كل ده وأكتر هنعرفها في ملخصنا الأخير من المسلسل، فتابعونا للنهاية. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بعد ما كارتال وبلكان وقفوا قصاد بعض علشان عزيزة، بس الكل بيتفاجئ لما عزيزة بتقول لهم إن هي عايزة تفضل في القصر. وفعلا بتدخل لأوضتها، وبلكان بيروح يطمن عليها وبيشوف الساعة وبيحس إن هو بدأ يفتكر ذكرياته، بس الذكريات بتبقى مشوشة وبتبقى عزيزة بتهرب منه في ذكرياته. فبيروح لها على طول وبيحاول يواجهها، بس عزيزة بتبقى خايفة منه لحد ما كارتال بيشوفه وبيطلع على طول وبينقذ عزيزة منه. بعدها يمان بياخد عزيزة لمكان تاني غير القصر، وبيبقى الكارتيل هو اللي قايله، بس عزيزة بتفضل تترجاه يرجعها تاني للقصر، بس يمان مش بيوافق لأن دي تعليمات كارتيل. نرجع تاني لبلكان، وبيروح لأبوه وبيفضل يزعق له إن هو السبب في حبسه 18 سنة، وبنعرف إن هو ما قتلش المفتش محمد. وبنروح لكارتيل وبيوصل للقصر عند عزيزة، وأول ما عزيزة بتشوفه وبتاخد تليفونها وبتروح تكلم بربروس وبتبقى خايفة على أخوها، بس بربروس بيطمنها. وبعدها كارتيل بيجي وبيشوف التليفون مع عزيزة فبياخده منها وبينزل يعمل لها أكل. فعزيزة بتبقى قلقانة لأنه بيتصرف معاها بشكل كويس. في الوقت ده بربروس بيتصل على بلكان وبيبقى حاطط خطة إن بلكان يقتل أبو اسكندر والكارتيل، وبالشكل ده هيعرف يستولى على عيلة ألبان. ولما بلكان بيقفل معاه التليفون بينادي على كوزي لأنه بيبقى عايزه ضروري، بس أمه وعمته بيكونوا خايفين عليه من بلكان. نرجع تاني للكارتيل وبيفضل يبص لعزة بنظرات كلها حب، على عكسها بتبقى خايفة منه. بعدها بيقعدوا ياكلوا سوا وبيبقى عايزة تحكي له على كل حاجة هي مخبيها عنه وعلى اسمها الحقيقي، فعزة بتتوتر وما بتبقاش عارفة تقول له ايه. بنرجع تاني لبلكان وبياخد ابن كوزي لجده بربروس، وبعدها بيقعدوا هما الاتنين سوا، وبربروس بيحاول يقنع بلكان وبيقولوا ان كارتل هو رئيس العالم، وطبعا ده شيء بيزعل بلكان. في الوقت ده كوزي وهو في بيت جده بيشوف اخو عزيزة يغيت وبيبقى مصدوم، فبيدخل له على طول وبيقوله ان هو هيجيب له اخته عزيزة علشان تشوفه، بس يغيت بيقول له ان هي في ايد عيلة ألبان وبيبقى خايف عليها. بس كوزي بيطمنه وبعدها بينزل لأبوه، وأبوه بيصر عليه إن هو يفضل عند جده. وكوزي بيكلم عمه كارتيل وبيبقى عايز يكلم عزيزة ضروري، فبيديها التليفون وبيطمنها على أخوها وبتبقى مبسوطة. بس كوزي بيقول لها ما تثقش في جده لأنه بيستغل أي شخص قدامه علشان مصلحته، فبتبدأ تقلق. بس كوزي بيطمنها إن هو هيفضل في بيت جده يعتني بأخوها يغيت. وقبل ما بيقفل التليفون بيقنعها تثق في عمه كارتيل وتحكي له كل حاجة وهو هيساعدها. على الناحية التانية بتبقى أسي قاعدة مع اسكندر وبيديها ورق وبيقول لها إن أم كارتيل وبلكان لسه عايشة، فبتتصدم جدا. نرجع تاني لكارتيل وعزيزة، وفجأة كارتيل بيقول لعزيزة إن أمه عايشة وبيلاقوا رسائل كتير، وكارتيل لما بيقراها بيعرف إن الرسائل دي من أمه لبلكان، وبيبقى حاسس بالذنب تجاه ال 18 سنة اللي أخوه قضاهم في السجن. بس فجأة عزيزة بتقوله إن هي هتعرفه كل حاجة كانت مخبياها عنه. وبنروح لتونا وبتقول ليالديز إنها لازم تعرف الحقيقة كلها لأبو كوزي الحقيقي، وبيطلع عدنان المساعد بتاعهم هو أبوه. نرجع تاني لعزيزة وبتحكي الكارتيل عن طفولتها، بس بتصدمه لما بتقوله إن هي بنت المفتش محمد اللي هم قتلوه. بس كارتيل بيعيط وبيقول لها إن أمه حاولت تنقذ أبوها من الموت لكنها ما عرفتش، وبيتصدم أكتر لما بتقوله إن هي أخت الملاكم اللي أخوه بلكان دخله في غيبوبة، وبيحس بتأنيب ضمير وبيحاول يواسيها. وفي الوقت ده آسيا بتيجي وبتشوفهم سوا وبتزعل وبتاخد بعضها وبتمشي، وهي في الطريق بتتصل على بلكان وبتعرفه مكان عزيزة علشان يقتلها. تاني يوم لما بيصحى كارتيل بيشوف أخوه بلكان فبيخاف على عزيزة، هو بياخدها وبيخرجوا من الباب الخلفي وبيهربوا هما الاتنين سوا من غير بلكان ما يشوفهم. وفي اللحظة دي بيبقى بلكان قاعد وبيقرا الرسايل أمه اللي كانت سايباها له وهو في السجن وبيفضل يعيط. نرجع تاني لعزة وكارتيل وبيجي لهم أوكين، وأول ما بيشوف عزة مع كارتيل بيزعق له، وكارتيل بيفضل يترجاها تروح مع أوكين، بس هي مش بترضى تسيبه لأنها بتبقى خايفة عليه وبتصر إنها هتفضل مستنياه. كارتل بيروح لأخوه وأول ما بيشوفه بيرفع عليه السلاح وما بيبقاش مصدق إن أمه لسه عايشة لأنه طول 18 سنة كان محمل نفسه ذنب موت أمه. على الناحية التانية تونا بتبقى قاعدة مع عدنان وبتفضل تعيط وبتقوله إن كوزي هو ابنه الحقيقي. وبنروح لكارتيل
وما بيبقاش واثق في أوكان لدرجة إن هو بيخليه يسمع المكالمة اللي بتكون بينه وبين بربروس، وبيعرفوا في المكالمة دي إن أوكان بيحب عزيزة وإن بربروس عايز يقضي على اسكندر وكارتيل وياخد بلكان لصفه. بعدها بيروحوا القصر بربروس وكوزي بيدخلهم للبيت من غير ما حد يشوفهم، لأن عزيزة بتبقى نفسها تشوف أخوها يغيث، وأول ما بتشوفه ما بتبقاش مصدقة نفسها، بتفضل تعيط من الفرحة. وبيبقى كارتيل وقف وشايفهم وبيحس إن ضميره مأنبه لأن عيلته بتكون السبب في كل اللي حصل لهم. وفي الوقت ده بلكان لما بيعرف إن أمه عايشة بيرجع للقصر وهو متعصب، بيروح على طول وبيواجه أبوه بالحقيقة، بيفضل يجرحه بالكلام لدرجة إن هو بيتعب. ولما بيجي ياخد الدواء بلكان بيمنعه، فأبو اسكندر بيتعب وبيموت. في نفس اللحظة دي آسيا بتوصل للقصر اللي بتبقى قاعدة فيه أم كارتيل، وأول ما بتشوفها ما بتبقاش مصدقة إن هي عايشة فعلا. بنرجع تاني لكارتيل وآدم حارس بربروس بيشوفه وبيرفع عليه السلاح والكل بيبقى خايف منه، بس كوزي بيفضل يترجى آدم إن هما يمشوا من غير ما حد يشوفهم، بس مش بيوافق. وكارتيل بيستغل الفرصة إن آدم مش واخد باله بيضربه، بس لأن آدم ضخم بيعرف يتغلب على كارتيل بكل سهولة. في الوقت ده عزيزة بتستغل الفرصة بتضرب آدم لحد ما بيغمى عليه، بتروح تنقذ كارتيل وبيظهر إنها بدأت تحبه. بنروح لبلكان وأبوه بيكون مات خلاص، فبياخد منه الخاتم بتاعه بيلبسه وبكده يعتبر هو بقى رئيس عيلة بلكان. في الناحية التانية بتبقى آسيا قاعدة مع زينب اللي هي أم كارتيل، بتحاول تقنعها إن هي ترجع للقصر وتوقف الحرب اللي بين بلكان وكارتيل. وزينب بتفتكر لما جوزها اسكندر خلاها تختفي من الوسط بسبب إن هو هددها إن هو هيقتل بلكان وكارتيل كمان. بعدها تليفون آسيا بيرن وبتعرف إن اسكندر مات، وزينب بيظهر على وشها الفرحة، بس بتسيب آسيا بتروح تجهز نفسها بتقرر إنها ترجع للقصر علشان تشوف بلكان وكارتيل وتمنعهم من اللي هما بيعملوه. نرجع تاني لعزيزة وبتفضل تترجى كارتيل إن هو يرجع للبيت قبل ما بربروس يجي ويشوفه، بس كارتيل مش بيوافق لأنه بيبقى خايف على أخوها يغيث من بربروس، بيفضلوا يتخانقوا مع بعض بيجيلهم كوزي بيحس إن هما الاتنين بيحبوا بعض وبيبقى مبسوط وبيمشي. وعزيزة بتعرف تقنع كارتيل إن هو يسيب القصر قبل ما بربروس يمشي فعلا بيعمل كده. وبعدها عزيزة بتطلع لأخوها يغيث وبتبقى مبسوطة وبتشكر كوزي على اللي هو عمله معاها. بنروح لكارتيل بيقابل الحارس يمين بيصدمه لما بيقوله إن أبو اسكندر مات. بنرجع تاني ليغيث بيبقى زعلان من أخته عزيزة لأنها تعاونت مع كارتيل بيفضل يجرحها بالكلام لدرجة إنها بتزعل وبتعيط وبتقول لأخوها إن عمرها ما هتنسى اللي قتل أبوها وأمها ودمر عيلتهم. بعدها يغيث بيفضل يحكي لأخته على طموحاته وإنه كان نفسه ياخد بطولة العالم في الملاكمة، بس عيلة ألبان دمرت حلمه. هو بيقول لها إن هو كان نفسه يسفرها بس بوضعه ده مش هيعرف حتى يقوم من مكانه. بتفضل تعيط لأن أخوها بيبقى صعبان عليها بتفضل تواسيه. بعدها كارتيل بيوصل القصر بيفضل يتخانق مع أخوه بلكان، واللي بيزعل بلكان أكتر إن الحراس ما بيرضوش يسمعوا كلامه بيسمعوا كلام كارتيل. على الناحية التانية كوزي بيبقى قاعد مع عزيزة بيعرف إن جده اسكندر مات بيزعل عليه، مع إن جده اسكندر كان بيعامله معاملة سيئة وعزيزة بتحاول تواسيه، فبيقول لها إن هو سمع الكلام اللي يغيث أخوها كان بيقوله لها، فبتقوله إن هي عمرها ما هتزعل من أخوها. بنرجع تاني لبلكان بيفضل يضايق كارتيل بالكلام بيجرحه لدرجة إن هو بيقوله إن عزيزة بنت مش كويسة بتحاول تستغله، فكارتيل بيتعصب على أخوه بيضربه. فبيعرف بلكان إن كارتيل بيحب عزيزة بلكان بيرد له الضربة بيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض. على الناحية التانية كوزي بيروح ليغيث بيحاول يتكلم معاه ويصلح علاقته بأخته، وبيحاول يقنعه إن أخته كانت بتعمل كل ده علشان تنقذه. وبنرجع تاني لبلكان وكارتيل بيبقوا الاتنين قاعدين سوا وبياكلوا بعد ما ضربوا بعض، بس فجأة أمهم بتجيلهم بيتصدموا وبيفرحوا أول ما بيشوفوها. في الوقت ده بربروس بيرجع للبيت وآدم ما بيرضاش يقوله على أي حاجة، بس بيعرفوا إن عزيزة موجودة وإن اسكندر مات. أول ما بربروس بيعرف إن اسكندر مات بيفضل يضحك ما بيبقاش مصدق نفسه وبيعرف إن خطته نجحت. بنرجع تاني لزينب بتبقى قاعدة مع ولادها ومبسوطة إن اسكندر مات، بس فجأة بتيجي يلديز وأول ما بتشوفها بتتصدم. على الناحية التانية بربروس بيحاول يقنع عزيزة إنها ترجع لقصر عيلة ألبان وإلا هيقتل أخوها، فبتضطر توافق لأنها بتبقى خايفة على أخوها جدا. بنرجع تاني لقصر عيلة ألبان والعيلة كلها بتتجمع وأختهم جيداء بيبقى مغمى عليها لأنها ما بتكونش مصدقة إن أمها عايشة. على الناحية التانية بتبقى تونة قاعدة مع عدنان بتحاول تقنعه إن هو ما يعرفش حد من العيلة إن كوزي يبقى ابنهم، بس هو ما بيبقاش مصدق إن هي خبت عليه 18 سنة بيفضل يجرحها بكلامه. بس فجأة لما تونة بتفتح التليفون بتاعها بتعرف إن أخوها اسكندر مات بتفضل تعيط.
نرجع تاني للقصر، وكوزي بيرجع للقصر وبتكون معاه عزيزة، وأول ما كارتيل بيشوف عزيزة بيروح لها على طول، والعيلة كلها بتحس إن هما بيحبوا بعض بسبب تصرفاتهم. وزينب بتبقى قاعدة مع أولادها وبتأمرهم إن هما يعملوا حفلة كبيرة بمناسبة موت اسكندر، والكل يلبس أبيض ومحدش يلبس أسود. على الناحية التانية عدنان بيتصل على يلديز وبيهنيها إنها أخدت ابن كوزي، فبتتعصب على تونة وبتروح لها على طول وبتتخانق معاها إنها عرفت عدنان الحقيقة، وبتحاول تقنعها إن هي لو قالت لكوزي الحقيقة عمره ما هيتقبلها على إنها أمه، وهيفكرها إن هي رمته وهو صغير لأنها جابته من عشقها. على الناحية التانية كارتيل بيبقى قاعد مع عزة وبيقول لها إن لما أبو اسكندر مات ما حسش بوجع ولا حتى بحزن لأنه ما كانش عنده أب أساساً، وبيظهر عليه الزعل. وبتحاول عزة إن هي تواسيه، بس فجأة بتجيلهم آسيا وبتطرد عزيزة من الأوضة، بس كارتيل ما بيبقاش طايقها فبيسيبها لوحدها وبيمشي. وبنشوف عدنان بيوصل للقصر وبيبقى عايز يعرف العيلة كلها إن كوزي ابنه، بس بتشوفه تونة وبتحاول تقنعه إن هو كده بيدمر ابنهم، ولما ما بيرضاش يسمع كلامها بتمسك السلاح وبتقوله إن هو لو عرف البيت كله إن كوزي يبقى ابنه هتقتل نفسها. وفي اللحظة دي آسيا بتدخل الأوضة العزيزة وبترفع عليها السلاح وبتحاول تقنعها تبعد عن كارتيل وإلا هتقتلها. بنرجع تاني لعدنان وهو بيتوسل تونة متقتلش نفسها، وبيفضل يعيط بعد ما كوزي بيجيلهم أو ما بيرضوش يقولوله على أي حاجة. بيجي الليل والعيلة كلها بتتجمع على العشاء، وأول ما كارتيل بيشوف عزيزة بينبهر بجمالها، وفجأة وهم قاعدين كارتيل وبلكان بيبدأوا يتخانقوا على مين هيستلم سلطة البيت. فزينب بتقول لبلكان إن كارتيل هو اللي هيبقى رئيس البيت. فجأة عزة بتقف وبتبدأ تحكي لهم على كل حاجة وعن ازاي عيلة ألبان دمرت عيلتها، وبتبدأ تحكي لهم قصتها وهي بتعيط وبتاخد بعضها وبتمشي. كارتيل بيروح وراها فبتقوله إنها جت عيلة ألبان علشان تنتقم منهم مش عشان تلبس فستان وتاكل معاهم. بينادي على يمان وبياخد منه السلاح وبيديه لعزيزة وبيقول لها تنتقم منه هو، وهي ما بتقدرش تعمل كده لأنها بتحبه وبتختار حبها وإنها تنسى انتقامها. وبيخلص ملخصنا على كده. اكتبوا لنا في التعليقات حابين نلخص لكم ايه الفترة اللي جاية، وما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I